سلام سلام عسلامة مرحبا بكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله نهاركم زين توحشتكم ياسر، وعلى هذا رجعت لكم في فيديو جديد ووصفة جديدة تهبل تهبل تهبل. شوفوا الناس اللي تحب الشوكولاتة، الناس اللي يحبوا الجو متاع القهوة، وأكيد فما 90% من الناس اللي يتفرجوا فيا يحبوا الحاجتين هذوما الزوز، حاجتين يحسونا بالفرحة كي يدخلوا لفمنا ونحسوا روحنا نحبوا نزغرطوا. المهم اليوم باش نعمل معاكم بسكوي بالشوكولاتة وبالجو متاع القهوة، يا سلام حاجة ما تنجموش تقاوموها، ما تنجموش تقولوا عليها لا، حتى ولو عاملين ريجيم كي واحد يجيب لكم كعيبة بسكوي كيما هكا كولوها واعملوا روحكم ما شفتوش. المهم باش نعملها معاكم، الروسيت سهلة على الاخر، شوفوا كل الكعيبات محلاهم، هي الروسيت الحق معروفة وقديمة شوية مش جديدة، اما انا قلت اكيد اكيد نشارك معاكم طريقتي الخاصة بالطبيعة، مجربتها بالطبيعة برشا مرات معايا وتنجح بصفة غريبة. طبقوا معايا المراحل نتاعها باذن الله تنجح لكم، وتحطوا لي في الكومنتات ورجعوا لي قولوا لي يا مريم جاتنا تهبل. به عملت كعيبتين عظم، حطيت عليها زوز ساشيات نتاع سكر فانيليا، تنجموا تنكوا باي نكهه تحبوها، تنجموا تعملوا زيت نتاع برقدان، زيت نتاع كعبه قارص كيف ما تحبوا. جيت لهنا باش نعمل مع العظم اللي حطيته وكل السكر الفانيليا، حطيت كاس كامل سكر اللي يهز 200 مليلتر، تعرفوه هذاك نخدم به ديما الحلويات نتاعي. وكيف كيف تجيو للمارغرين نتاعكم تحطوا مغرفتين معبين مكومين، مغرفتين معبين، تحبوا حطوا زبده حطوا، انا نخير مارغرين الروسيت هذيا تمشي معاها المارغرين اكثر من الزبده، الزبده تطري، المارغرين تعملك تقرميشه البنينه. به هنا خذيت ربع كاس زيت، شفتوا الكاس اللي نخدم به ديما هذاك، خذيت الربع نتاعو معناها تقريبا 50 مليلتر، ما تزيدوش، والزيت بالطبيعه زيت نباتي. خذيت 3 مغارف متاع نشا، 3 مغارف كبار معبين بنشا، وبديت فك الخليط، يلا يلا خلط 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 للي تحسوا الخليط ولا كيما الكريمه هكايا، والسكر ما عادش يتحسحس هكايا كي تبداو تخلطوا. تاخذوا كيف كيف 3 مغارف نتاع كاكاو، الكاكاو المر الغامق فما نوعين كي تمشيو تشريو، يعني يوريوكم الفاتح العادي كيما الشوكولين نقولوا نحنا، ويوريوكم النوع هذا استعملوه في الروسيت، يغمق لكم الروسيت وتبين هكا اللي فما كاكاو بالحق، وفما مطعم بنين في وسطها وتعطيكم لون مزيان ومضخم في لي روسيت نتاعكم، في لي كيك، في لي بسكوي اللي تعملوهم في الكل. باهي لهنا جينا للقهوة، مكون مهم على الاخر ما تنجموش تنحيوه الحقيقة من الروسيت هذيا، اللي هي خذيت 3 مغارف نتاع ماء سخون، حطيت عليه مغرفة كبيرة نسكافيه. كان نتوما ما تحبوش النسكافيه وما تحبوش المطعم تاع نسكافيه، ولا عندكم صغيرات في الدار ما تحبوش توكلوهم بالنسكافيه، تنجموا تعملوا القهوة متاع الكافيتيريا العادية. القهوة العربي ما ننصحكمش بها، ما فيهاش قوة هكا متاع جو متاع قهوة كيف ما النسكافيه، والا القهوة متاع الفلتر متاعنا هذيك متاع الماكينة. المهم لهنا بديت باش نبدا توا في الفارينة. الفارينة نبدا نزيد بك الكاس، عندي 4 كيسان فارينة، بديت بشوية بشوية ونزيد بالكاس، خاطر الفارينة ماكم تعرفوا ساعات هكا تحسوها تشرب، ساعات هكا ما تعطيكمش الصحيح في الروسيت، هاكا تبداو تتبعوا بالكاس وتحطوا، هي الروسيت الأصلية فيها رطل، أنا تبعت معاكم بالكاس وديما نعملها بالكاس باش ما تغدرنيش الفارينة، ماكم تعرفوا ردوا بالكم من غدر الفارينة. المهم بديت بالكاس ونحط، حطيت 3 كيسان الأولى، وحطيت من بعديك الكاس الأخراني بشوية بشوية، شوفوا ونتبع بشوية بشوية بالملمس نتاع البات نتاعي، نبدا نمس فيها ونشوف ونمس ونشوف 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 حتى نتحصل على البات الباهية. بالطبيعة في الكاسين الثانيين حطيت رشة صغيرة خميرة نتاع جاتو، شوفوا حليت الباكو ما حطيتوش الكل، ردوا بالكم ما تحطوهوش الباكو الكل، راهي الروسيت نتاعكم تجيكم منفوخة برشا وتشبه الجاتو مهوية برشا، اللي نحبوها فيها كتقرميشه نتاع البسكويت نحنا، تعملوا رشه ما يقارب شطر الباكو، وتحطوا خلطوا 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 خلطوا، وما تخافوش من التخليط، بالطبيعه ما تعجنوش، راهو تخليط من لوطه وانتم مطلعين الفوق صوابعكم. باهي لهنا خلطنا بالكدا وجينا لك الخليط، خذينا منه هكا كعبوره صغيره، رديتها بودان ملول بالكل باش نكعبرها، ومن بعد نردها بودان صغيرونه كيما كعبة العظم هكا بيضاويه شويه اوفال شويه شكلها، ومن بعد جيت بالفرشيطه نتاعي على جنب هكا وشقيتها في 2 في الوسط بالضبط، شفتوا شقها في الوسط بالضبط. شوفوا كان جاكم مشقق شويه العجين ولا حاجه ما تخافوش، من بعد الكلاساج يجيب، معناها كي باش تغطسوها في وسط
الشوكولاتة الذايبة راهي باش تدخل في وسطك الشقوق وما يبانوش الشقوق والعيوب متاع الكعبة متاعكم. أكيد باش تشقق شوية، علاش؟ على خاطر فيها النشاء الغالب فيه يعمل هكا تشققات، أما مش مشكلة جملة، راهو يعطيكم من بعد قرميشة وبنة هايلة. به هنا باش نسهل على روحي، شديتك المغرفة عملت بها الكعابر الكل، نجبد بشطار المغرفة انتوما وكبر الكعبة، انا راني عملتها الكعبة كبيرة خاطر انا تساعدني للصغار باش نحط لهم في الكوتي، ما نحبش نحط لهم كعيبات صغار. الروسيت هذه تطيح لكم من 50 كعبة ل 65 كعبة، كي تعملوها صغيرة تطيح لكم ل 60 كعبة معناها، كي تعملوها كبيرة كيفي أنا طيحت لي 48 وأنا كليت 3 بعد 45 وأنا نقد في الكلاساج ديجا كليت 3 على فرد جنب. بنينة بنينة والله صدقوني، حتى أنا نشد في روحي في وسط الكلاساج ما صبرتش، حتى الشوكولاتة مازالت ما ذابتش يا ناس وأنا ناكل ما يهمنيش، المهم حاجة بنينة. المهم لهنا الروسيت راهي سهلة، تاخذوا كيما قلت لكم تبداو تكعبروا بشوية وتعملوها بودا بين يديكم الزوز، تولي هكايا بودان صغيرونة بيضاوية الشكل اوفال، وتشدوا تشقوها في 2. انا ننصحكم ما تشقوش كيفي انا بالمغرفة، على خاطر المغرفة خشينة، شقوا بالسكينة خير، تبدا ماضية وتعمل لكم شق مستوي وباهي. شفتوا منظرهم كعيبات قهوة، الكعبات متاع القهوة اللي قبل ما يطرحاو هكايا هذوما هما. شوفوا هنا نحسب، شفتوا نحسب ونشوف ونقيس ونغيس قبل ما حاسين ونقيس قبل ما نغيس، عرفتوا انا هكاك قاعده نحسب ونشوف قداش باش تطيح لي الروسيت، قداش باش تجيب لي من كعبه، وانا هكاك نخمم ونكمبص. المهم لهنا ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، باش ما نكذبش عليكم فما كعبات ظهروا لي كبار، راني في الكواليس نحيتهم ونقصت منهم، خاطر الكعبه بالحق ما شاء الله عملتها كبيره. فما دي روسيت الكعبة صدقوني صغيرونة، عرفتوا كاينها كعبة حلوى يعملوا فيها، انا لا الحق نحبها كبيرة خاطر باش نعطيها للصغار معناها كوم غوتي والكل، والا انا باش نعمل بها قهيوتي الصباح نحب نحط كعيبة مشبعة سافا، نطعمها بالكدا وتبدا هكايا تملى الفم نقولوا نحنا كي تاكلها وتتقنع بها، ما تزيدش تقعد تاكل في كعبات اخرين. باهي لهنا البنات جينا لل... للشوكولاتة اللي باش نعمل بها الجلاساج. شوفوا خديت 3 توابع شوكولاتة سعيدة عادية ذيكا، خديت عملت لها بان ماري، حطيتها في البول هذيا البلار، تحتها الماء يغلي وماذا بيكم الماء ما يوصلش للبول، معناها السخانة متاع الفابور بركة توصل للشوكولاتة متاعكم. ومن بعد آخر يد حطيت 4 مغرفات زيت نباتي وخلطت بالكدا جاتني في الشوكولاتة أكل لمعة هذيك. شوفوا فما ناس تحب الشوكولا نوار، أعملوا جلاساج بالشوكولا نوار ما يقلقش مش مشكلة. باهي لهنا هكايا طابتك البلا الأولاني، عندي شطر بلا آخر كيف قاعد يطيب في الوقت هذا، خليته يطيب على روحه، هذايا مادامو برد عملت له الكلاصاج وباش نخليه يكمل يبرد في عقله، باش ما نكذبش عليكم الطقس اليوم سخون نار. الشوكولاتة حسيتها باش تاخذ وقت باش تشد روحها. البلا هذا دونك دوب ما كملت هكا دخلت الكعبات الكل في الشوكولاتة كيف ما هو وبالبابيه هكاكا كويسون، دخلته في الفريجيدير خذاه هكايا تبريدة باهية وقت الشوكولاتة شدت بلاصتها وركحت، وخرجته باش نحط لكم في طبق التقديم وتشوفوا عادك الزين والعين متاع كعبات البسكوي متاعي، حاجة واو. والمطعم مفخم يهبل، ماكم تعرفوا القهوة قداش تعطي مطعم بنين، عندك في اللي جاتو في الهكا في اللي بسكوي في الجلاس في اي حاجه، انا الجو متاع الشوكولاته والقهوه حاجه معناها ما نخيرش عليها حتى بارفان ولا جو اخرى. وبالطبيعة يرجع لكم الاختيار في الجو متاعكم ليكم انتوما اولا واخيرا. بالنسبة للناس اللي ما تحبش تاكل بالشوكولاتة ياسر تنجموا تنحيوها جملة المرحلة هذه متاع تشلحيط وتبلحيط بالشوكولاتة، تعملوها سادة عادي دوب ما تخرجوها من الفور، تعملوا عليها رشة صغيرة للمنظر وبرا بالسكر المحور وسيبوها هكاكا ديجا منظرها يولي مزيان ومحلاها، وحتى كالتشققات ذوكم متاع الطياب ما عادش يبانوا. شوفوا لهنا صايي باش نحطهم في طبق التقديم. شوفوا المنظر يحكي وحده، البنة ما نحكي لكمش. شوفوا جربوا الروسيت وعلى ضمانتي بالطبيعة، حطوا لي في الكومنتات اللي عجبتها بالطبيعة اللي جربتها بالطبيعة تقول لي شنو رايها في البسكوي هذايا.
هنا بالحق جماعة الرجيم سامحوني، وحتى كان شاهينهم مش مشكلة، اعملوا كعيبات صغار واعملوا كونتيتي حتى الربع متاع الكونتيتي اللي عملتها أنا، ميسالش كولوا منهم حتى كعيبة هكا مع القهوة تكون مرة ماهيش فيها برشا سكر، هكا نقولوا نحنا تغشوا شوية في الرجيم، ومن بعد عاودوا أرجعوا اعملوا الرجيم كما تحبوا. بالحق جاتو ما يتراتيش ما يتفلتش، حاجة بنينة واقتصادية ما تتكلفش برشا. شوفوا طبق كيف ما هكا يبدا معبي بالبسكوي كيف ما هكايا، كان باش تمشي تشريه من برا يتكلف لك هكا الحسبة، وتعمله في الدار ما يتكلف لكش حتى طرف، ما ياخذلكش برشا وقت. انا واحدة من الناس في وقفة في الكوجينة عملته ما خذاليش برشا وقت وبالنسبة للطياب خذالي 12 دقيقة، مش برشا. فيسع فيسع حليت عليه من الفوق ومن اللوطة على 170 درجة وطاب، ويا سلام جاي هاكم تشوفوا في النتيجة. هنا حبيت هكا نصور لكم ونوري فيكم كيفاش جاي. توا نقول لكم الفيديو قريب يوفى. كان فما واحدة فيكم باخلة هكا باش تعمل حاجة حلوة وكل مرة تقول زعما نقوم زعما لا، نقول لك ليه قوم اعمل حويجة حلوة فرح بها الزوج والصغيرات ما فيها بيس. هنا حليتها، شوفوا البنة، شوفوا الهشاشة اللي في وسطها، حاجة بالحق تستحق التجربة. توا نقول لكم نحبكم برشا برشا، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. بسلامة وباي باي.